السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا اسمي يوسف. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في قناتي وتدعميني بلايك فضلا وليس امرا. طبعا زي ما انتم شايفين كده، ما قدامي فنجان القهوة، افطرنا وظبطنا دماغنا. وهنشرب فنجان قهوة كده، وبعد كده ايه هنبتدي نشوف ايه الغدا بتاعنا. طبعا غدا سهل ولذيذ واللهم احسن ما بين ايدينا يا رب. اللهم احسن ما بين ايدينا. طبعًا زي ما أنتم شايفين كده يا بنات، دايمًا أنا لمّا باحب أعمل وصفة أو أكلة دايمًا باحط الحاجات قدّامي كلّها عشان ما انساش أي حاجة. طبعًا عندي هنا كوسة قطّعتها دواير أو مكعبات، طبعًا عندي هنا طماطم، عندي 3 بصلات، عندي لحمة مفرومة. طبعًا دي من أكلات آخر الشهر وأكلة حلوة ولذيذة وموفّرة جدًا. طبعًا هنعمل كوسة باللحمة المفرومة، جنبيها حبة رز كده بالشعرية زي العسل، واللهم أحسن ما بإيدينا. طبعًا إحنا دايمًا في بيوتنا معمّرين وموفّرين ومدبّرين، وربنا يصلح حالنا وحال الجميع يا رب. طبعًا أكلة حلوة خالص وسهلة وسريعة وبسيطة جدًا، في ربع ساعة بالضبط بتعمليها. حبة لحمة ربع كيلو لحمة مفرومة والله، وده ربع كيلو كوسة بالضبط، مش أكتر ولا أقل، وكام طماطماية و3 بصلات. طبعًا هتعملي أكلة ممكن تقضيكِ يومين، واللهم أحسن ما بين إيدينا يا رب. طبعًا كده يا بنات خلاص كنت جهّزت قطّعت البصل بتاعي زي ما أنتم شايفين، وعندي صينية هنا نزلت فيها بمعلقة سمنة بلدي وحبة زيت صغيّرين. طبعًا زي ما أنتم شايفين الصينية طبعًا سخنة، دايمًا باقول لكم يعني إيه تكون تسخن حبّة كده، مش خالص عشان ما تتحرقش السمنة ولا الزيت، لأ تسخن كده بس عشان إيه تطلّع ريحة البصلة معاكِ. طبعًا هنا بادبّل في البصلة زي ما أنتم شايفين. طبعًا هتشوفوا الوصفة معايا. طبعًا وصفة سهلة ووصفة حلوة وخفيفة، طبعًا من أكلات آخر الشهر. أنا عندي ربع كيلو لحمة مفرومة، والله العظيم كان عندي بالضبط كده ربع كيلو. كنت أساسًا أعمل صينية جلاش، قُلت لأ أنا هاعمل إيه حبة كوسة كده باللحمة المفرومة. طبعًا أول مرّة أعملها على القناة الأكلة دي. طبعًا أكلة حلوة وخفيفة ودايمًا بنحبها. جنبيها كده حبة رز بشعرية، ممكن تعملي زي ما أنتِ حابة، رز بشعرية، رز أبيض، زي ما أنتِ حابة. طبعًا هنا زي ما أنتم شايفين بارُش حبة ملح. طبعًا وإيه دايمًا أكلات آخر الشهر دي بتبقى موفّرة خالص معاكِ. ربع كيلو لحمة تركنيه. مثلًا هنعمل حبّة مكرونة مثلًا حبّة كبدة مثلًا، لأ ما فيش خالص، بنعمل حبّة مكرونة وحبّة بطاطس ونمشّي حالنا والحمد لله. طبعًا كنت باوريكم هنا تتبيلة بس كده خفيف، باتبّلها بس كده التتبيلة. طبعًا إيه الأكلة دي حلوة خالص وعيالي طبعًا بيموتوا فيها. مع حبة رز كده، طبعًا العيال بييجوا طبعًا تعبانين من المدرسة وهلكانين. طبعًا إيه يا رب كده ربنا يقوينا عليهم وربنا يكرمنا إن شاء الله فيهم كده، واللهم أحسن بين إيدينا يا رب. طبعًا كده هنا باجيب اللحمة المفرومة زي ما أنتم شايفين، بسم الله ما شاء الله حمرا وزي العسل، لحمة بلدي والله دي مش مستوردة. وهانزل كده عليها بالبصلة زي نظام اللي هو الإيه البشاميل، تمام، زي تسبيكة العصاج بتاع البشاميل أو الجلاش باللحمة، تمام. زي ما أنتم شايفين كده باتبّل فيها كده تتبيلة حلوة كده، بس إيه هارُش عليها حبّة ملح وحبّة جوز الطيب وحبّة فلفل. زي ما قُلت لكم أنا مخلّية بطرمان دايمًا عندي، حاطة له كبابة صيني وفلفل وحبّهان. طبعًا إيه بارِش عليه في اللحوم، أي حاجة فيها لحمة زي كده، طبعًا عشان زي ما أنتم عارفين اللحوم والفراخ بيبقى ليه ريحة، تمام. طبعًا اللحمة المفرومة مش بنغسلها زي ما أنتم عارفين، بنفُكّها كده وننزّلها على طول. طبعًا إيه بتشرّب السوايل دي اللي فيها عشان إيه تبقى حلوة كده ولذيذة. واللهم أحسن بين إيدينا يا رب. دايمًا كده أنا باقول أقل حاجة في البيت بتستر معانا وبتكفّينا، ما اطلعش مثلًا أقول لأ أنا أشتري حاجة من برّه وأنا مش عارف إيه وأنا كده وأنا كده، لأ دايمًا أي حاجة في البيت طبعًا بتمشّي معانا. والله لو جرّبتِ الأكلة ديّة هتلاقي طعمها زي العسل ومش مكلفة. ربع كيلو عندِك، طبعًا لازم يبقى عندنا لحمة مفرومة في البيت، وحبّة كوسة هتعمليهم وطماطميتين وحبّة رز جنبيهم وأكلة زي العسل. طبعًا زي ما أنتم عارفين الجو ساقعة، محتاج حاجات إيه تدفّينا كده، واللهم أحسن ما بين إيدينا يا رب. وبعد كده هنكمّل باقي الوصفة. طبعًا كده يا بنات زي ما أنتم شايفين كانت معايا البصلة دبلت تتبيلة حلوة كده، زي ما باقول لكم زي عصاج اللحمة أو اللحمة بتاعة البشاميل أو لحمة الجلاش، زي أي عصاج عادي. طبعًا عندي كوس زي ما قُلت لكم في الأول خالص كنت مقشّراها ومقطّعاها مكعبات دواير اللي أنتِ حاباه. طبعًا إيه باقلّب الكوسة كده تقليبة حلوة مع اللحمة المفرومة، لازم تتشرّب كده إيه مع بعضها، اللحمة المفرومة بالكوسة لازم تتشرّب تشريبة حلوة كده. طبعًا في الفترة دي كنت بارِش بهاراتي فلفل وحبّة كزبرة وحبّة ملح ومكعب مرقة. طبعًا زي ما أنتم عارفين إن الكوسة فيها مَيّة أو أي خضار فيه نسبة مَيّة، طبعًا عشان إيه ما ازودش مَيّة ولا ازود أي حاجة ولا أي سوايل، يعني مش هاحط أي مَيّة ولا أي شوربة ولا أي سوائل، هو شفشف الطماطم اللي كنت هاضرب معاكم أو نُص شفشف. الطماطم عامةً السوائل بتاعتها طماطم بس، طبعًا لإن هي الكوسة إيه بتنزّل سوايل، تمام. زي ما أنتم شايفين كده قدّامكم، طبعًا بسم الله ما شاء الله الأكلة بتتكلم عن نفسها.
دايما برش رشه ملح خفيفه كده، مش بكتر ملح انا، يعني حاجات بسيطه، عشان دايما بحط مكعبات مرقه. في ناس دايما بتقول مكعبات المرقه مش حلوه ومش عارفه ايه، بس اهو بتحلي الطعم، يعني مش هتعمل حاجه زيها زي السمنه الصناعي، زي الزيت. طبعا والله ما احسن ما بين ايدينا. وزي ما انتم شايفين كده الاكل قدامكم بتتكلم عن نفسها زي العسل. طبعا هجلبها التجربه الحلوه، وطبعا هخلي الكوسه تنزل الميه بتاعتها. والله ما احسن بين ايدينا يا رب. زي ما انتم شايفين كده بقلب فيها كده تجربه حلوه. ودايما زي ما بقول لكم يا بنات نصلي على النبي كده مع نفسنا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نذكر ربنا، ناخد الورد بتاعنا زي ما احنا واقفين في المطبخ كده. طبعا ايه، احنا في الفتره دي زي ما بقول لكم، يعني انا بكون شغاله على البوتاجاز وبشطف في المواعين او بشطف في الحوض، والله ما احسن بين ايدينا يا رب. طبعًا كنت هنا يا بنات باوريكم الكوسة بتغلي إزاي، بسم الله ما شاء الله، طبعًا والله شكلها بيتكلم عن نفسها. والله يا بنات لو جربتوها بالطريقة دي بتبقى زي العسل وجميلة، اللهم أحسن ما بين إيدينا يا رب. شوفوا الشكل إزاي بيتكلم عن نفسه. طبعًا حبة الكوسة، لو أنتِ عندِك أولاد ما بيحبوش الكوسة، طبعًا في عيال كتير ما بتحبش الخضار. فبصراحة بتبقى يعني مش هيحسوا بطعم الكوسة أصلًا، كأنهم هياكلوا لحمة مفرومة. طبعًا اللحمة المفرومة مديها طعم، واللهم أحسن ما بين إيدينا يا رب. طبعًا يا بنات كنت هنا باحمّص في الشعرية، طبعًا زي ما قُلت لكم أنا هاعمل رز بشعرية في الأول. طبعًا باحمّص هنا زي ما أنتم شايفين، وعندي صينية الكوسة طبعًا جنبي على العين التانية. طبعًا زي ما إحنا عارفين شغّالين في كل حاجة، واللهم أحسن ما بين إيدينا يا رب. طبعًا كده يا بنات خلاص كنت نزلت بالرز على الشعرية وهاجلّبه. طبعًا مش هاعمل معاكم، أنا عملته أكتر من مرّة، وكده خلاص يعتبر إيه الأكل كده خلّص. طبعًا يا بنات كنت هنا باوريكم الدماسة عندي، كنت حاطاها على السخان، كنت عاملة حبة فول كده مدمساها، طبعًا باوريكم يومي طبعًا ماشي إزاي، واللهم أحسن ما بين إيدينا يا رب. طبعًا كده يا بنات كنا خلّصنا الأكل بتاعنا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعًا أكل يفتح النفس، بسم الله ما شاء الله. باوريكم الكوسة، والله طعمها زي العسل، لو جربتوها مش هتندموا خالص. طبعًا هنا رز بشعرية، طبعًا بسم الله ما شاء الله، مفلفل وحبة بحبة، وطبق السلطة، وكان كده خلاص الغدا بتاعنا خلص. يا ريت كده لو وصلتِ معايا هنا لغاية الفيديو، يا ريت تديني لايك واشتراك، وكومنت كده حلو منِّك عشان خاطر أم يوسف بتتعب وبتُقف في المطبخ. واللهم أحسن ما بين إيدينا يا رب، اللهم أحسن ما بين إيدينا.